هنا بقى يجي السؤال اللي يخوف كل الديفيلوبرز. ما ممكن في يوم وليلة يطلع لغة تانية يقولك ايه ده لغة كوتلين وحشة، بعد اذنك شيلها، وجوجل تيجي تعتمد لغة تالتة. ايه المشكلة يا صديقي؟ طول ما احنا في تطور، طول ما اللغة افضل من اللي قبلها، وطول ما انت فاهم اللغة دي يعني ايه. يعني لما كنا شغالين بالجافا فاهمين البروجرامينج لانجوج بصورة 100%، جت جوجل قالت لنا خلاص جافا وحشة اشتغل بالكوتلين. هل دي كانت معضلة كبيرة؟ لا يا صديقي، طول ما انت فاهم الكونسبتس الأساسية في لغة البرمجة سويتش براحتك، روح بقى الكوتلين، جافا، دار، أي لغة برمجة. يعني موضوع بسيط جدا جدا جدا، طبعا مع فروقات بسيطة في السينتاكس. يعني مثلا مش هتبقى بتكتب نفس لغة البرمجة بالظبط او نفس السينتاكس بالظبط، لا، ممكن تلاقي فيه اختلافات بسيطة جدا. وممكن او هتلاقي اكيد اضافات على لغة البرمجة دي. يعني جافا مثلا ما كانش فيها بعض الاشياء البسيطة جدا، وده الطبيعي ان لغة البرمجة دي الجديدة اذا هيبقى فيها مجموعة من الفيتشرز الزيادة عن اللغة القديمة عشان يبقى في منافسة في الموضوع.